السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى الجميع يا رب. انا قلت بقى اعمل النهاردة، يعني هو كذا حاجة بتتعمل في رمضان. الواحدة بتبقى واقفة في المطبخ بتعمل كذا حاجة مش حاجة واحدة. كان الله في عونها بصراحة. انا بعصج اللحمة المفرومة، بشرط عليها جزر، وحطيت في الاول عليها قرن شط اخضر، وشوحتها اهوت الجزر اهوت، وشوحتها. وبعد كده معلش بقى عشان كنت في الاول انا اللي بصور، فما كنتش عارفه يعني امسك الموبايل واصور وانا بعمل الجزر ببشره. كده بحط شويه الميه دولت فنجان صغير كده عشان اسيبها ايه تستوي، لان طبيعي ان المكرونه البشاميل كل حاجه فيها بتبقى مستويه، وبندخلها الفرن يا دوب تتشرب بس البشاميل. هنا انا عملت الحاجه ديت اهي دوت بقى يا جماعه دقيق. انا هو لونه اصفر ليه كده؟ كنت حاطه عليه بتاع دوت توابل، كمون، فلفل اسمر، حطيت كل التوابل عليه كويسه يعني. وحطيته بقى على النار معلقتين سمنه وخمس معالق دقيق، وشوحتهم زي ما انتم شايفين كده. هعمل بقى حركة يعني بصراحة حلوة قوي، انا اول مرة اجربها، فمش اي حاجة حد يشوفها بتتجرب يجربها، بس الحاجة نكون مقتنعين بيها. حطيت لبن وفي الخلاط، وحطيت عليها جبنة الموتزاريلا انتوا شفتوها اهيت، وهحط عليها بقى الدقيق اللي هو اللي انا حمصته. الدقيق اللي انا حمصته اهوت. انا بس بلف ايدي عشان تشوفوها، معلش بقى على ايدي ظهرت لكم بس من غير قصد يعني، وانا في المونتاج على قد يا جماعه، مش حريفه في المونتاج يعني. هنا حطيت شويه ملح وفلفل اسود اهوت. هضرب بقى الدنيا ديت كلها كده في قلب الخلاط، فقره الدوشه، عشان كده ايه انا قافله لكم الصوت بتاع الفيديو، لان كمان الولاد كانوا بيتكلموا فقفلت الصوت عشان كده. انا هنا بضربه في الخلاط عشان خاطر ما يبقاش فيه كلاكيع، وما ينفعش احطه على النار بقى وتلاقي فيه كلاكيع والكلام ده. طبعا الجبنه الموتزاريلا انا شفت حد كان عاملها قبل كده، شيف عاملها، وقلت هجربها، بصراحه عجبت الولاد وجميله قوي. بصوا طبعا لو مخلي لونها مصفر كده، ده اللبن، بقيه اللبن طبعا كنت حاطاه على النار، وبضطر ان انا ايه احط شويه بشويه واقلب، شويه بشويه واقلب، عشان خاطر ما يتعملش. الحله اللي ورا ديت كنت حاطه فيها ميه عشان اسلق المكرونه. وهنا بقى ثبت التليفون شويه، قلت عشان خاطر ايه اصور لكم والتليفون شغال معاكم. يا رب الفيديو بس يعجبكم وما يكونش فيه ملل في الفيديو. متنسوش يا جماعه لايك وشير واشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وان شاء الله انزل لكم كل يوم فيديو باذن الله تعالى. يا ريت الناس اللي ما اشتركتش في القناه يا جماعه يشتركوا، عشان القناه يعني ربنا يكرم ان شاء الله وتدخل لنا ربح ان شاء الله. طبعا انا بقلب اللبن، اللي يقول لك افضلي قلبي في اللبن عشان اللبن هيكلكع ويبوظ، ده لما تكون انت عامله الدقيق في قلب الحله وتدلقي اللبن اول باول، ولو سبتيه هيكلكع ويبوظ. بس دي حاجه بتخليكي ان انت ايديكي ما توجعكيش بقى انك تقعدي تفضلي تقلبي. انا بقلب شويه وبقعد شويه بعمل حاجه تانية، بعمل اي حاجه تانية عايزه اعملها. انا سبته على النار عادي، انا بوريهولكم ان انا سايباه على النار شويه كده وهقلبه تاني. يعني لما بشغل الكاميرا وبرجع لكم تاني، انا هنا بحط المكرونه عشان الميه بتاعت سليق المكرونه غليت، فكنت بفضي المكرونه، فضيتها وبقلب برضو، يعني بفضي كيس واقلب تقليبه وافضي التاني كده يعني. يا رب يا جماعه الفيديو يعجبكم، ان شاء الله يعجبكم والله بجد. انا نفسي وانا شغاله كنت مستمتعه، رغم ان المطبخ كان كله كركبه مواعين، لان اللي بيعمل مكرونه بشاميل اللي بيبقى فيه مواعين، ده غير ان كان فيه مواعين بقى بتاعه السحور ما كنتش غسلتها، كنت تعبانه وكده فغسلتها، فعشان كده ايه ما غسلتهاش قصدي، فعشان كده المواعين كانت كتير في الحوض. معلش يا جماعه في لخبطه كده، الواحد متلخبط. هنا بوريكم اللحمه المفرومه اهيت بعد ما خلصت، وانا طفيت خلاص عليها.
المكرونه طبعا خلاص استوت، فانا بفضيها على البتاع ديت في المصفى. وهنا انا طلعت المكرونه هي بوريها لكم ان انا هفضي عليها بشاميل. بشاميل يا جماعه لازم يبقى خفيف كده، ما يبقاش تقيل قوي، يعني ما يبقاش تقيل قوي. انا مخففاه اللي هو لا خفيف قوي ولا تقيل قوي. فحطيت شويه على المكرونه كلها شويه بشاميل وبقلبها اهوت. هجيب الصينيه بقى الجميله بتاعتي. هقول لكم بقى وهشرح لكم حاجه كده كانت حصلت معايا. طبعا انا عملت قبل كده قدامكم مكرونه بشاميل وانتوا عارفين بتتعمل ازاي، اكيد انتوا كلكم شطار وجمال وبتعرفوا تعملوا يعني كل حاجه. فانا بعمل بس طبقه كده من تحت في قعر الصينيه عشان خاطر ايه افضي المكرونه عليها، واحط طبقه اللحمه وطبقه المكرونه التانية وبشاميل والحاجات دي. كنت قبل كده كنت شفت فيديو بمناسبة يعني الاسم اللي انا هكتبه للفيديو. لان انا هكتب مش كل حاجة تشوفوها على النت تعملوها. فالفيديو هيبقى الاسم بتاعه كده. فايه المعنى بتاع الاسم دوت؟ ان انا قبل كده شفت حد بيقولك الكيكة لو طلعت مكتومة منك عيدي تصحيحها تاني. وعملتها زي ما حد قال قدامي ان انا احط عليها صوص شوكولاتة واحط عليها لبن واعمل مش عارف ايه واحطها في التلاجة. اقسم بالله العظيم كانت طعمها يعني استغفر الله العظيم يا رب، كل نعمة ربنا كلها طبعا جميلة وحلوة، بس بجد حرفيا هي ما كانش لها لا طعم ولا لون ولا ريحة ولا اي حاجة خالص، ما تعرفش دي ايه يعني. عملتها وكلفت وكريم شانتيه وشوكولاتة وعملت زي ما هم قالوا، وطلعت بصراحة مش حلوة خالص. فمش اي حاجة يا جماعة تشوفوها على الانترنت تقوموا عاملينها هتبوظوا الحاجة بتاعتكم على الفاضي. لكن انا لما شفت بصراحة ان المكرونة البشاميل يتحط في قلب البشاميل جبنة موتزاريلا. اولا الجبنة الموتزاريلا طعمها حلو في كل الاحوال، تسيحيها تحطيها في البشاميل تحطيها على وش المكرونة طعمها بيبقى حلو اصلا. هنا بقى انا حطيت البشاميل. طبعا الصينيه البشاميل كان كتير قوي، كنت مضطره ان انا اعمل كده بالمقصوصه بتاعتي عشان البشاميل ينزل تحت. ف هعمل بيه ايه، هو فاض شويه فلازم كنت احطه. الصينيه كترت مني قوي. هحط بقى دلوقتي الجبنه الموتزاريلا عليها على الوش. الولاد بيحبوا الجبنه الموتزاريلا تكون كتير، فانا حطيت عليها جبنه موتزاريلا ودخلتها الفرن لان كان خلاص المغرب هيقرب يأذن. طبعا انا المفروض ان انا بعمل كمان الزبادي بتاع السحور، فهوريكم دلوقتي برضو انا بعمله ازاي. بجد طعمه بيبقى حلو والوش وله وش زي القشطه بالظبط، طعمه بيبقى حلو قوي. فانا هدخل المكرونه دلوقتي الفرن. انا بحط الجبنه الموتزاريلا، يا رب تعجبكم. متنسوش يا جماعة لايك وشير واشتراك في القناة، وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في أي حاجة بتعملوها في أي وقت. مش محتاجين حد يقول لكم أصلا، انتوا كده كده بتصلوا على الرسول في أي وقت، بس لما نكون بنعمل أكل بالذات لازم نعمل كده. بصوا بقى أنا هنا أنا جهزت الكوبايات ورا هي على البوتاجاز، وخلاص صينية المكرونة اتحطت في الفرن. هنا أنا فضيت علبة زبادي جايباها من بره، وحطيت عليها اللبن بتاعي بعد ما غليته وبرد، قمت حطها في الخلاط وضربته كله في قلب الخلاط وهصبه في الكوبايات. طبعا الخلاط بيقلب لي بيقلب علبة الزبادي في قلب بعضه كده. انا بصبه هو دي مجات صغيرة بتاعت الولاد، ما عنديش بصراحة كوبايات صغننة اكتر من كده، هي دي اصغر كوبايات عندي. هجيب برضو كوبايات تانية لان الزبادي اللي انا عاملاه كتير في قلب الشفشة، فلازم كنت اكمل. ده يا جماعة كيلو. طبعا انت لو جبتي علبة زبادي دلوقتي اقل حاجة علبة الزبادي ب9 جنيه وب10 جنيه. فلو انتوا بتتسحروا هتجيبوا كل يوم زبادي هتبقى تكلفة بصراحة، والموضوع هيبقى صعب قوي. معلش يا جماعه لو في صوت طرقعه ولا حاجه كده ظهر في الفيديو. ابني فالنتينو الصغنن الرخم اللي بيرخم عليا دايما، عمال يقعد على الكنبه ويقوم ويتحرك وبيفرك عامل زي المفرق، مش عارفه اللي ربنا يهديه.
هنا حطيت بقى بتاع الكوبايات اللي هي بتاعت الجيلي، وفضيت كده اهوت يا جماعه. بصوا الكيلو بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن عمل كام كوبايه. متنسوش تصلوا على الرسول. ده بقى يا جماعه الخشاف، بالنسبه لفي ناس بتعرفه وفي ناس ما تعرفوش. ده بلح وبتاع تيم مجفف، مش مجفف، قراصية، في زبيب. ده طبعا حاجات انا بنبقى جايبينها من عند العطار وبتتحط على النار بتسويها، والزبيب والجوز الهند بيتحطوا بعد ما تبرد، وتقلبي بقى بسكر، تحطي سكر وتقلبيه، وبعد كده تحطيه في التلاجة بعد ما يبرد خالص وتصبيه بقى، وبألف هنا وشفا على قلبكم. طبعا المغرب كان اذان المغرب قرب يأذن، فانا صبيتهم بوريكم بس الحاجة عاملة ازاي. فانا صبيتهم، فرجعت تاني بقى اهو للزبادي. انا هنا بعد ما صبيت الزبادي سخنت مية سخنة، رصيتهم في الصينية زي ما انتم شايفين. فين يا جماعة الناس اللي بتتفرج؟ فين اللايك؟ طب كومنت حلو لاختكم بقى، كومنت حلو، لو حتى مش تكتبوش ابعتوا قلوب حتى. انا حطيت هنا ميه سخنه، وبعد كده كملت بقيه الكوبايات عشان لازم يبقى في مكان في الصينيه اعرف افضي منه الميه عشان الميه ما تنزلش على الزبادي. وهنا الكوبايات اهيت دخلته الميكروويف شويه لان الفرن كان فيه المكرونه البشاميل وما كانش هينفع اسيبه بره، فشغلت عليه الميكروويف نص دقيقه عشان بس تشوفوه. فصلناه اهوت. هنا مكرونه البشاميل اللي طلعت بجد طعمها كان تحفه. طعمها كان حلو يا ولاد ولا لا بامانه؟ جامده. والله خطيره بجد كان طعمها حلو قوي، بالف هنا وشوف على قلبكم. وهنا بعد ما خلصنا خالص، وهنا انا بعرفكم ان انا دخلت الزبادي الصينيه في قلب الفرن وقفلته وهو سخن عشان الزبادي يمسك شويه. هنا بعد ما غرفنا، كل سنه وانتم طيبين.